هو ليه مدينة زي هيروشيما مضروبة بقنبلة نووية ترجع للحياة والعكس في تشيرنوبل ما اتضربتش أصلا بقنبلة وحتى اليوم مدينة أشباه؟ يا ترى إيه اللي حصل هنا وما حصلش هنا؟ هو في إيه؟ ما تقول انت في ايه؟ مدينة هيروشيما اليابانية اتضربت سنة 1945 بقنبلة نووية، القنبلة دي كان اسمها ليتل بوي. خليني أقول لك إن الانفجار ده كان ضخم ودرجة حرارته كانت عالية جدا، لدرجة إنه قتل آلاف الأشخاص في لحظات، لكن المفاجأة إن الإشعاع اللي خرج كان لحظي، حصل وقت الانفجار وبعدين قل بسرعة، يعني مفيش تلوث طويل العمر دخل جوه التربة ولا المية، وعشان كده بعد كام سنة بدأوا يعيدوا إعمار المدينة والناس فيها عايشة لحد النهاردة بشكل طبيعي. أما بقى تشيرنوبل فالقصة هنا مختلفة شوية، الموضوع هنا مش قنبلة نووية اترمت، المشكلة هنا إن في مفاعل نووي انفجر، وزي ما احنا بنقول بالبلدي كده قلب المفاعل انفتح، وهنا بقى كان سر الكارثة. المفاعل سرب مواد مشعة طويلة العمر زي السيزيوم والسترينشيوم، والمواد دي دخلت جوه التربة والمزارع والمية، يعني التلوث بقى جزء من المكان نفسه، وبالتالي الخطر بتاعه موجود لعقود قدام. فلو هنلخص الإجابة ليه هيروشيما رجعت وتشيرنوبل ما رجعتش، الإجابة يا صاحبي ببساطة هتكون في الإشعاع. الأولى اتعرضت لانفجار وانتهى، أما الثانية اتعرضت لتلوث لسه مكمل معانا لحد النهارده. الإشعاع الطويل بيقتل المكان لسنين،